جزيلا لك يا دكتور ناجح. أنا بس كنت عايزة أسأل عن رأي دكتور باسم. يعني دلوقتي أوكي إحنا في مننا كتير مش عاجبه حكم الإخوان أو ضده، لو هم دلوقتي سابوها أو إحنا خليناهم يسيبوها، يعني نزلنا التحقيق أو كده، مين دلوقتي هيمسك البلد؟ هيمسكنا دلوقتي الحكم العسكري تاني ولا إيه يعني؟ اوكي ثانية. انا هجاوب على السؤال ده. رقم واحد، انا ضد تماما كلمه لو ده مشي مين هيجي، لان ده اللي احنا الناس كانت بتقول اي مبارك هيمشي، هيجي مين؟ جه الشعب، صح؟ جه ناس تانية في يا عم. فالفكره كلها ان السؤال ان مين يجي ومين ما يمشي، دي انا ارفض هذا الكلام. حته ان لا، يعني لو انت ما عندكش 90 مليون مين يجي؟ ده احنا المشكله في البلد دي بقى. دي نمره واحد. نمره اتنين، لا ثانيه بس. مين قال لك دلوقتي ان انا عايز مثلا ان مرسي يستقيل بكره؟ ثانيه واحده. دلوقتي اصل سالتيني سؤال مركب. انت سالتيني اول سؤال، انت معترض ليه على حكم الاخوان او معترض ليه على حكم الرئيس مرسي، ولو مين يمشي لو هو مشي يجي بداله مين؟ فانا بجاوبك واحده. رقم واحد، انا ضد حته لو مشي مين مكانه، لان الحمد لله يعني مصر فيها كتير. نمره اتنين، انا مش عايزه يمشي. انا مش عايز الرئيس مرسي يمشي، انا عايزه يكمل الفتره بتاعته. انا شخصيا برغم كل اختلافاتي معاه انا عايزه يكمل، علشان المصري اللي انت بتقولي ده ان هو لو هو جه طب هنجيب البلد، طب الجماعات الاسلاميه تنزل تقوم مولعه البلد، اللي مش عارف الاخوان يجي مش عارف ايه، والناس يقول لك شرعيه مش شرعيه. فانا شخصيا مش عايز يمشي. نيجي للحاجه الثالثه، انت ليه ضد حكم الاخوان؟ خدي منك بقى كتير. رقم واحد، لانهم في الحكم، والسخريه السياسيه تتجه الى حل، لان نوع من التقويم من هو في الحكم. لان انا مش هطلع عشان اطبل للحاكم، ولا ما عدتش انا سخريه سياسيه، بقيت الاهرام، جريده الاهرام يعني.